العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل، أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهل كالمعتاد بأبرز العناوين. البنك الوطني للتنمية والاستثمار يقرض حوالي مليار نقفة. مدرسة مندفة لمساعدي التمريض تخرج 145 طالبا وطالبة، ووزارة الثروة البحرية تنظم دورة تأهيلية لأعضائها. وزير الخارجية الأمريكي يصل طوكيو لإجراء محادثات. ألمانيا وبريطانيا توقعان اتفاقا للتعاون الدفاعي. عراقية وكونغول يحصلان على جائزة نوبل للسلام. أهلا بكم إلى التفاصيل. صرح المدير التنفيذي للبنك الوطني للتنمية والاستثمار الدكتور قيتوم ولد مريم بأن البنك قدم لزبائنه في الأعوام العشرين الماضية قرضا ماليا يقدر بنحو مليار نقفة. وذكر الدكتور قيتوم بأن القرض المقدم يسمح للمشاريع التنموية فقط، موضحا بأن تقديم القرض للمواطنين يتم بعد التأكد من حقيقة وواقعية وكفاءة الدراسة الاستثمارية الدقيقة التي يقدمها المواطنون وفعالية إدارتها. وأشار إلى أن البنك الوطني للتنمية والاستثمار يضم حوالي 700 زبون، معظمهم نشط ودقيق في استرجاع القرض في أوانه. وأوضح الدكتور قيتوم بأن المواطنين الناشطين في مجالات زراعية وسياحية من أهم زبائن البنك، مشيرا إلى أن البنك يقدم الإرشادات المكثفة والمستمرة لتفعيل القروض وتسخيرها كما ينبغي. إضافة إلى ذلك يقوم أعضاء البنك بمتابعة مستمرة إلى مناطق الاستثمار. في الختام، دعا المدير التنفيذي للبنك الوطني للتنمية والاستثمار الدكتور قيتوم ولد مريم دعا الزبائن لاسترجاع القروض المالية في أوانها والعمل بجدية للتخلص من الخسائر وتراكم الديون. خرجت مدرسة مندفرة لمساعدي التمريض في 6 من أكتوبر الجاري 145 طالبا وطالبة تلقوا دراسة نظرية وتطبيقية امتدت لسنة ونصف السنة، وذلك للمرة 12 منذ تأسيسها. وألقى مدير المدرسة الأستاذ برخت في السهاية في مراسم التخريج كلمة أوضح فيها أن الطلاب قدموا من مدرسة ورساي كالا، وأن 85% من المتخرجين بدرجة الشهادة هن من الطالبات. وأوضح الأستاذ برخت بأن الطلاب حققوا نتائج عالية بعد مشاركتهم في امتحان وطني أعدته وزارة الصحة يؤكد كفاءتهم. بدورها قالت مسؤولة وحدة متابعة مدارس مساعدي التمريض في الأقاليم الممرضة القانش دخل قرقيش في الوزارة، أشارت إلى أنه لا زالت تجرى استثمارات ضخمة في تطوير الموارد البشرية والبنية التحتية للضمان وتوسيع الخدمات الصحية من حيث الكمية والنوعية. من جهتها أكدت ممثلة الخريجين عن جاهزيتهم لتنفيذ عهدهم المتمثل في ضمان صحة مجتمعهم. وضح المدير العام المؤقت لقسم السياسة والخطط والموارد البشرية في وزارة الصحة الدكتور برهان دبرو بعد توزيع الشهادات على الخريجين بأن الإنجازات المحققة في المجال الصحي على مستوى البلاد نتاج الاستثمار الجاري في القوى البشرية، مناشدا الخريجين لتعزيز مساهماتهم المهنية بالحفاظ على تلك المكتسبات والارتقاء إلى أعلى المراحل. وتشير مستندات مدرسة مندفرة لمساعدي التمريض التي تأسست في العام 2003 بأنها خرجت حتى الآن 1184 طالبا وطالبة. يذكر بأن مدرسة قندان لمساعدي التمريض خرجت في 29 من سبتمبر المنصرم 121 طالبا، بينهم 79 طالبة بمستوى الشهادة بعد تلقي دراسة نظرية وتطبيقية استمرت لمدة سنة ونصف السنة. صرحت مسؤولة عيادة مياعين الأهلية الممرضة رهوة إساق بأن الأنشطة الصحية الجارية في العيادة ظلت تسهم بفعالية في سلامة الأمومة والطفولة. وأفادت الممرضة رهوة بأنه بفضل بناء عنابر انتظار الحوامل لمساعدة الأمهات القادمات من المناطق البعيدة وحملات التوعية الجارية حسب أهميتها، ازدادت نسبة متابعة الحوامل من 41% في العام الماضي إلى 60% هذا العام، فيما ارتفعت نسبة الولادة في العيادة من 18% إلى 25%.
وذكر المسؤول متابعة التطور في العيادة السيد حديش برهب أنه تم القضاء على الأمراض القاتلة التي تظهر أحيانا بفضل التطعيم النظامي المقدم في مختلف المراحل، موضحا بأن نسبة تغطية التطعيم وصلت 95%. في غضون ذلك أفاد مراسل وكالة الأنباء عن تنظيم سيمينار للقائمين بأعمال صحية في كل قرية البالغ عددهم 140 عضوا في عيادة مديرية ماي عيني، تركز حول الوقاية والعلاج من الملاريا. وتمتلك عيادة ماي عيني 13 غرفة، منها 3 غرف للمراجعين المستشفى، وغرفتين لانتظار الحوامل، وغرفتين أخريتين لكشف المرضى ومختبر وصيدلية. يسير سكان مناطق ماي لافو وعد تقر وسمومو وعد عخيلو في مديرية عدخالة أنشطة النفير حول إصلاح مساقط المياه. وأوضح عضو مكتب الثروة البحرية في الإقليم الجنوبي الشاب سياس في السهية أن الهدف من النفير الفعال الجاري في المناطق المجاورة لسد سمومو هو من أجل خلق بيئة صلبة لإنتاج الأسماك ومكافحة السد من الامتلاء بالطمي. من جهته قال السيد سمرة قبر مدهن من مكتب وزارة الزراعة في المديرية خبير في مجال الحفظ المياه والتربة أن العمل الجاري المتمثل في بناء الحواجز المائية والمدرجات في 5 هكتارات يلعب دورا كبيرا في ضمان سد سمومو وتأكيد المياه الجوفية وإثرائها. هذا وينمو تحت سد سمومو الذي يعد أحد أكبر السدود في الإقليم الجنوبي، والذي شيد في العام 1996 ينمو أسفله 70 هكتارا. قدمت وزارة الثروة البحرية دورة تأهيلية امتدت شهرا واحدا ل 24 من أعضائها القادمين من مختلف أقاليم البلاد، مواصلة للدورات المنتظمة والجهود الحثيثة المبذولة لتطوير وتعزيز قدرات أعضائها. وفي مراسم التخريج التي جرت في 3 من أكتوبر الجاري، ألقى وزير الثروة البحرية السيد تولى غالاتي بعد توزيع الشهادات على المتخرجين كلمة ذكر فيها أهمية وأهداف الدورة، داعيا لإنجاز أعمال تركز على تجارب الصيادين. وأشار السيد تولى بأن الدراسة المعمقة التي جرت في جزر دهلاك وجمهيلة ودحل والبرنامج المنتظم بالتعاون مع إدارة إقليم شمال البحر الأحمر الذي يساعد للشروع في العمل التنفيذي ساعد كثيرا، موضحا بأنهم سيقدمون كافة أنواع الدعم للدارسين من أجل مساعدة الشعب وخاصة القاطنين إلى مناطق تجار السدود. من جهته قال السفير تولد برهان ولد ميكائيل المدير العام لقسم التنمية السمكية في الوزارة أن الدورة تتميز لكونها قدمت تطبيقيا، مناشدا الدارسين لتعزيزها في العمل. من جانبه تعهد ممثل الخريجين للقيام بعمل دؤوب لتغيير معيشة مجتمعهم وإنجاح الجهود الجبارة الجارية لتسخير الثروات البحرية في مصالح شعبهم ووطنهم مستفيدين من المعلومات المكتسبة. أما الآن إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد. وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى طوكيو لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ومسؤولين آخرين قبل رابع زيارة يقوم بها لكوريا الشمالية لإجراء محادثات بشأن نزع السلاح النووي مع الزعيم كيم جونغ أون. وعلى الرغم من تعهد كيم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، ما زالت اليابان الحليف الرئيسي لواشنطن في آسيا تعتبر كوريا الشمالية تهديدا خطيرا وتمضي قدما في خطط لتعزيز دفاعاتها الصاروخية البالستية. ولم تحقق آخر زيارة قام بها بومبيو لكوريا الشمالية نتائج طيبة، وقادر بومبيو بيونغ يانغ في يوليو الماضي مشيدا بالتقدم الذي تم إحرازه، إلا أن كوريا الشمالية نددت به لتقديمه مطالب على منوال رجال العصابات. وأثار بومبيو غضب كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة بسبب إصراره على ضرورة استمرار العقوبات الدولية عليها إلى أن تتخلى عن أسلحتها النووية. وقعت بريطانيا اتفاقا للتعاون العسكري مع ألمانيا
يؤكد على التزام لندن بالمساعدة في حماية أوروبا من التهديدات الأمنية المستقبلية في وقت وصلت فيه مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي مرحلة حاسمة. ولعل من أهم نقاط التفاوض لدى الحكومة البريطانية في محادثات الخروج من التكتل، أتوقع بأنها ستواصل لعب دور محوري في أمن أوروبا بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بصفتها الدولة الأكثر إنفاقا على الدفاع. وقالت بريطانيا وألمانيا في وثيقة لم تأتي على ذكر الانسحاب من الاتحاد الأوروبي: سنعزز الركيزة الأوروبية في حلف شمال الأطلسي وسنساهم في الأمن الأوروبي ونحسن من مرونة أوروبا في مواجهة التهديدات الأمنية. حصلت الناشطة العراقية نادية مراد التي أطلقت حملات ضد الاغتصاب أثناء الحرب على تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية والطبيب الكونغولي دينيس ماكفيغا الذي يساعد ضحايا العنف الجنسي في بلاده بجائزة نوبل للسلام لعام 2018، وللفائزين مساهمة كبيرة في تسليط الضوء على جرائم الحرب والمساهمة في محاربتها وفي الدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية خلال الحروب. وبلغ عدد الأفراد والمنظمات التي رشحت للفوز بجائزة نوبل هذا العام حوالي 331 شخصا ومنظمة. وأعلن منح جائزة نوبل للسلام لهذا العام في العاصمة السويدية أوسلو لأصحاب الجهود التي استهدفت القضاء على استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحروب وفقا لرئيسة لجنة نوبل. نظمت العاصمة الشيشانية غروزني حفل زواج جماعيا بمناسبة العيد ال200 للمدينة بمشاركة 200 شاب و200 فتاة. وحملت الفتيات الورود والأباريق التقليدية وهن يمشين في ممشى مزين بالورود التي تم تصميمها على شكل قلوب في متنزه الورود بالعاصمة غروزني، وبصحبتهن أزواجهن الذين ارتدوا أزياء تقليدية. وبعد الاحتفال توجه الأزواج الجدد وأقاربهم إلى حفلات الزواج التي نظموها في منازلهم. ونظمت الحكومة الشيشانية احتفالات واسعة في الذكرى ال200 لتأسيس العاصمة غروزني، تضمنت مهرجانات للثقافة القوقازية والرياضات المحلية وحفلا موسيقيا في الميدان الرئيسي بالمدينة وافتتاح العديد من المتنزهات. أما الآن مع الوقفة الرياضية. حقق مانشستر يونايتد عودة مظفرة وسجل فوزا مهما على حساب ضيف نيوكاسل يونايتد ب3 أهداف لهدفين في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريمير ليج. وبعد تأخره بهدفين نظيفين أمام نيوكاسل مع نهاية الشوط الأول، عاد أبناء المدرب البرتغالي من بعيد وأدركوا التعادل بهدفين لكل منهما قبل أن يخطف تشيلي أليكسيس سانشيز هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من المواجهة. وفي مواجهة أخرى حقق توتنهام صحوته في البطولة وحقق انتصاره الثالث على التوالي بالفوز الثمين بهدف دون رد على كارديف سيتي. وحسم توتنهام اللقاء بهدف مبكر للغاية سجله إيريك داير في الدقيقة 9 من المواجهة التي شهدت طرد جو راليس لاعب كارديف في الدقيقة 58. هذا وفي مباراة أخرى اكتسح بورنموث مضيفي واتفورد برباعية نظيفة، سجل أهداف الضيوف ديفيد بروكس وجوشوا كينغ هدفين وكالوم ويلسون. وتمكن إيفرتون من الفوز على مضيفي ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف. وسجل للضيوف كل من ريتشاردسون وجيلفي سوغورسون، أما هدف أصحاب الأرض حمل توقيع ريكاردو بيريرا.
وفي نفس الجولة نجح وولفرهامبتون في الفوز على مضيفي كريستال بالاس بهدف نظيف أحرزه اللاعب الأيرلندي مات دوهرتي. وعلى جانب آخر فاز فريق هيدرسفيلد تاون أو نجح فريق هيدرسفيلد تاون في تحقيق التعادل مع مضيفي بيرلي بهدف مقابل هدف. بهذه الحصيلة من النتائج والأهداف نصل إياكم مشاهدينا الأفاضل إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله.